عام التنين. يعني ايه عام التنين؟ في الابراج الصينيه كل الابراج الصينيه 12 برج، ال 12 برج ليهم اسماء حيوانات. انتوا عارفين ان الابراج الصينيه عامه كل 12 سنه، يعني البرج الصيني بيقعد سنه كامله. السنه دي اللي هي 2024 هيكون برج التنين هو المسيطر، يعني 24 هيكون برج التنين. ده معناه انه الدعم السنه دي جاي لكل الابراج اللي عندها قوه، زي مثلا برج الفار، برج القرد، برج الخنزير، برج الحيه، برج الحصان. دي من الابراج اللي هيكون عندها قوه كبيره جدا جدا الفتره اللي جايه. في كمان ممكن يكون نقول ايه تاني، دي الابراج اللي انا شايفه ان هيكون عندها دعم كبير جدا جدا الفتره اللي جايه. في برج الثور، برج الثور هنا اللي هو في ناس بتسميه برج البقره، وفي ناس تانية بتسميه برج الجاموسه، وفي ناس تانية بتسميه ديبنز، لكن هم هناك في الصين بيسموه برج الثور. البرج ده ممكن يكون عنده شويه تغييرات السنه دي، والمفروض ان هو يتخلى شويه عن العند بتاعه. في كمان عندنا برج الخروف هيبقى عنده مشاكل السنه دي. برج الارنب وبرج الكلب ممكن يكون عندهم بعض المشاكل السنه دي، لان الابراج دي ابراج ضعيفه في الابراج الصينيه، ما بتتمتعش بالقوه الجسديه او بالقوه الروحيه اللي تقدر تخليهم يقدروا يقفوا امام التنين. دي من الحاجات اللي انا كنت عايزه اقول لكم مثلا عليها. احنا اتكلمنا قبل كده ان طاقه السنه دي في 2024 رقمها 8. قلنا ان رقم 8 عموما في علوم الطاقه هو رقم الهدم والبناء، هو رقم الموت والحياه، هو رقم الميلاد، هو رقم انعدام او اللي هو انتهاء الشيء وبدايه الاشياء الاخرى. فرقم 8 هنا بيقول انه في بعض الاحرف هيكون ليها طاقه عاليه جدا جدا السنه دي، وهيكون ليهم هم ملوك السنه دي. لو احنا قلنا هم مين مثلا، ممكن نقول الح والراء والثاء والكاف والضاد والضاد والفاء. دي الحروف اللي هيكون ليها السنة دي نصيب الأكبر من السعادة، من الفرحة، من البهجة، ممكن يكون كمان عندهم زواج، ممكن يكون عندهم طاقة من الثراء المادي أو الأموال الكتيرة اللي ممكن تبقى عندهم في إيديهم إن شاء الله بإذن الله. هعيد لكم تاني الحروف. هيبقى حرف الث، حرف الح، حرف الر، حرف الكاف، حرف الضاد، وحرف الف. اي حد اسمه موجود فيه احد هذه الحروف هو في احسن يعني المراتب زي ما بنقولها كده. عندك مثلا عبد الرحيم، عبد الرحمن، حامد، فرح، سارة، عمار، عندك كمان محمد واحمد، فارس، ضياء. دي اسماء كلها ان شاء الله باذن الله. ثريا مثلا ممكن يبقى فيه ريهام، كامل، كمال. كل الحروف دي ان شاء الله باذن الله هيكون عندهم طاقه من الثراء القوي السنه دي، ويكون عندهم دعم روحاني كبير جدا جدا، لان السنه دي هي سنه رقم 8، والحروف دي اللي معاها من حساب الجمل الصغرى والكبرى رقم 8، وعشان كده هم عندهم ان شاء الله باذن الله طاقه عاليه جدا. هقول لك كمان عامه اهم الالوان اللي هتكون مسيطره في 2024 هيكونوا الوان الليل او الوان القمر، لانه احنا اتفقنا ان السنه دي هي سنه القمر، هي سنه برج السرطان، او السنه اللي مسؤوله عنها ابتدت يوم الاثنين، وده يوم الاثنين المخصص للقمر هو طاقة برج السرطان. فمعانا اللون الأبيض، الفضي، الرمادي، اللبني، الأزرق، وكمان الأسود، وممكن نقول كمان الأبيض، الفضي، الأسود، الرصاصي اللي هو الرمادي، خلينا لو جه في دماغي تاني لو افتكرت الباقي هقول لكم عليه، يعني لو في حاجه تانية ما قلتهاش هقول لكم عليها. كمان الاحجار اللي هتكون مسيطره جدا جدا او المعادن اللي هتكون مسيطره جدا السنه دي هتكون معدن الفضه والرصاص. الفضه والرصاص السنه دي، يعني اقتني اي شيء فضي، البسوا سلاسل فضه، البسوا خواتم فضه، البسوا حاجات فضه، خلوا في بيتكم في قطعه رصاص صغيره، خلوا في بيتكم طبعا بالذات الرصاص بقى. انا لو هقول لكم هاتوا منين قطع الرصاص، فهاتوا حاجه تكون مشبوكه في شبكه صياد، قطعه من الرصاص اللي موجوده في شبكه صياد والشبكه اترمت فعلا في البحر وطلعت صيد.
تعمل لكم رزق وتجيب لكم طاقه وفره وطاقه مال كبيره جدا جدا. فدي الحاجات اللي انا ممكن اقول لكم عليها، وهقول لكم بالتفصيل كمان الاحجار الكريمه اللي هتكون مسيطره السنه دي، زي حجر القمر، حجر الفيروز، حجر برضو الفضه ان شاء الله، الماس، اللؤلؤ. دي حاجات هتكون مسيطره جدا جدا جدا. الاحجار دي هتكون مسيطره، او المعادن دي هتكون مسيطره السنه دي ان شاء الله. فالسنه دي احنا عايزين نقول ان هي هتكون فيها تغيرات على كافه المستويات. ناس كتير جدا هتكون عندها عناء مادي، لا ان شاء الله باذن الله عندكم ارتقاء مادي وعندكم تخلص من هذا العناء. ناس كتير عندها مشاكل مع اشخاص او في تكوين الثروات، هتقدروا تكونوا الثروات، لكن خلي عندكم خطط واضحه، خليكم واضحين مع نفسكم، فكروا بطريقه ايجابيه عشان تجلبوا الوفره. وهقول لكل برج في فيديو تاني ايه الحجر الكريم اللي يقدر يلبسه السنه دي، وايه اللون كمان اللي يقدر يلبسه السنه دي، وتكون معاها ايجابيات كتيره لكل برج على حده. استنونا في الفيديوهات دي وهنقول لكم عليها. سلام.